جوه بقى لو دخلت كده على نفس الامتداد بتاع الحيطه، في موضوع بقى كمان جميل جدا وشيق قوي. المنظر ده في واحده ست تبان للوهله الاولى لو احنا هنربطها اثريا مرات عنخ محور ومنهاره من العياط لما مات. بس لو بصينا على الشكل بتاعها هنلاقي ان في واحد ماسك دراعها وواحد تاني بيدوس بكوعه على الشولدر بتاعها، كتفها. الست دي عندها مشكلة في الكتف وبيتم رده ليها بما يسمى دلوقتي علميا اسمه الكايروبراتيك. مش كايرو بالسي، مش زي القاهرة، لا كايروبراتيك معناها تقويم العظام، علم تقويم العظام. بتشوفوا الفيديوهات اللي بتبقى منشوره على النت بتاع الناس اللي نايمه وبيروح ضغط ما اعرفش على ايه ويطقطق له جسمه، وفي ناس بتستخدم خشب وبيدق على اماكن معينه في الجسم فضلعته ما اعرفش ملويه يعمل له فيها ايه. ده اسمه علم تقويم العظام. الست دي حاله من الحالات. الراجل ده بالمشهد ده هو حاله من الحالات، ده بيطقطق ظهره بنفس الطريقه اللي احنا بنعملها دلوقتي. لما واحد بيعمل ايده كده بيعمل ايده كده اهو، والتاني بيروح ماسكه من ايه؟ من ظهره ويروح رافعه ويروح مطقطق له ايه؟ ظهره كله. هنلاقي ان فيه برضو هنا عمليه ثانيه من العمليات بتاعه رد الايه؟ الكتف. فهنلاقي هنا بعض المشاهد اللي بتدل كمان على ان كان فيه اللي هو العلم بتاع تقويم الايه؟ العظام اللي موجود في مصر القديمه، ودي الروت بتاعته حاليا. ففكره ان يبقى فيه ريفلكسولوجي وفيه كايروبراتيك ده معناه ان كان فيه في مصر القديمه في الطب تشريح تفصيلي للجهاز العصبي والجهاز العظمي في الجسم. لان انا عشان ابقى عارف في النقطه بتاعه الضغط اللي هتاثر على الاشاره العصبيه فتخفف لك ايه، فانا لازم ابقى دارس مسارات الجهاز العصبي كله في الجسد.